السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناتي أكلات أم ملاك، قناتي جديدة وأتمنى منكم الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. أول فيديو بقناتي الدولمة العراقية على طريقتي. راح نبدي بالمكونات. مكونات الدولمة: نص كيلو لحم مثروم بالإيد، 4 حبات بصل مثرومة ناعم، ربع لية نضيفهن، باقة كرفس، بواقي الباذنجان، الطماطة، حبة طماطة واحدة مثرومة، 3 ملاعق معجون. ضفنا المعجون وملعقة الملح ونص ملعقة لمندوزي، مكعبين ماجي وملعقة الشكر. راح أضيف ملعقتين دبس الرمان ينطيها طعم، ونضيف ربع كوب زيت وملعقة بهارات دولمة وملعقة فلفل أسود. هسه راح نضيفهن ويا الحشوة. نضيف الزيت، ملعقة البهارات والفلفل لناها، وكوب ونص تمن مغسول. نخلط الحشوة. صراحة نخلط الحشوة. بعد ما خلطت الحشوة حضرتها، أضيف سيقان السلق والبوتيتة، خليها بقعر الجدر، ونضيف ملح وشوية لمندوزي عليه ينطي حموضة، والباقلة نص كيلو باقلة نضيفها، ونكمل لف البصل والفلفل الأخضر والباذنجان والطماطم، ونضيف ونلف السلق. وبعدها نضيف بعد ما ضفت الزيت أضيف كوب مي. ضفت الكوب مال المي. هسه نخليها على النار، نتركها منا لما تنشف. اتركها على نار هادئة واضيف دبس الرمان. طبعا انا اضيف تقريبا كوب دبس الرمان عليها ينطيها طعم روعة. بعد ما ضفت دبس الرمان اتركها على نار هادئة تستوي براحتها. بعدها اقلبها على قرصة خبز، وما احكي لكم عن الريحة. اتمنى تجربونها وتنطون رأيكم. لا تنسون باللايك وتفعلون زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وعليكم بألف عافية.